اهلا بيكم وتنبيه مهم جدا لكل الناس اللي حجزوا في الاعلان السادس عشر. كميات كبيرة جدا حجزت في الاعلان السادس عشر اللي هو كان في اكتوبر الجديدة وكان في بعض المدن الاخرى. فمهم جدا ان انت تتابعني في الحلقة دي لان احنا هنقول كلام مهم جدا بالنسبة لك وشرح ما ايه الموقف دلوقتي وايه اللي احنا في انتظاره الايام اللي جايه. مهم جدا جدا تتابعني، ولو انت مش عامل اشتراك اعمل اشتراك واعمل متابعة لان انا هقول لك معلومات في غاية الاهمية وفي غاية الخطورة، واي حد يعرف حد مقدم في الاعلان ال 16 يخلي باله يبعت له الفيديو ده لان هيبقى مهم لي. اول حاجة مي عبد الحميد طلعت وقالت يا جماعة النتيجة بتاعت النتيجة النهائية بعد فلترة الأولوية. الكلام ده يعني ايه؟ امال احنا جات لنا رسائل من حوالي كده تقريبا شهرين، الرسائل دي كانت بتاعت ايه؟ اقول لك انا وافهمك. اول حاجه خالص هم مسكوا الورق بتاع حضرتك اللي حضرتك رفعته على الموقع وقعدوا يفرزوا فيه. في ورق كان فيه مشاكل، انت ورقك سليم، بعتوا لك قال لك ايه؟ انت موافق عليك على الطلب مبدئيا. ورقك سليم يا استاذ، تمام، الله ينور عليك. طب بعد كده بقى الناس كلها اللي ورقها فيه مشكله راحوا عملوا ايه؟ ادوهم فرصه، قال لهم معاكم اسبوعين تقدموا التظلمات بتاعتكم. وفي لينك التظلمات كنا شرحناه قبل كده، وحتى شرحنا ليكم ازاي تعملوا التظلمات قبل كده في الاعلان الرابع عشر والاعلان الخامس عشر. طب اللي انا بقوله ده ايه الجديد برضو اللي فيه؟ الجديد بقى حضرتك ان هم دلوقتي في ناس قاعدين عمالين يقولوا ايه؟ هو احنا ما دفعناش الاقساط الربع سنويه ليه؟ احنا مش النتيجه طلعت؟ اقول لك لا، ما هو هنا بقى في فرق كبير قوي يا جماعه بين الاعلان الرابع عشر وبين السادس عشر وبين الخامس عشر. الاعلان هنا السادس عشر لم يصرح الرئيس السيسي ان كل اللي قدم هياخد. يعني ايه؟ يعني حضرتك هم هيفلتروا الناس ويرتبوهم. يعني ايه برضو؟ يعني حضرتك الرسالة اللي جات لك الاولانية دي بتقول ان ورقك سليم وانت ما عندكش مانع قانوني او رسمي وينطبق عليك الشروط. بس في حاجة مهمة جدا ممكن تبقى لسه انت حضرتك محتاج تجتازها وتعديها، هي الاولوية. حتى هديكم مثل كده بالنسبة حتى لشقق اكتوبر. شقق اكتوبر دي مقدم مثلا، يعني احنا ارقام تقريبية مش الرقم بالظبط، مقدم عليها 90,000. الوحدات اللي هم مخططين ان هم يعملوها في هذا المشروع هي تقريبا كده 12,000. يا نهار ابيض، 12,000 ومقدم 90,000؟ طب ازاي؟ يبقى هنا بقى لازم هيتبعوا حاجة اسمها نظام الأولوية. ايه هو نظام الأولوية ده؟ كنا اتكلمنا عنه قبل كده وشرحناه بس نفهمه لك تاني. نظام الأولوية دول هم بيمسكوا كده خلاص، حطوا ترتيب كل الناس المقبولة مثلا، طلعوا اللي هم ايه؟ 90,000. انا بدي لك ايه؟ رقم. بيبتدوا يمسكوا ال90,000 دول، كل دول يا جماعة يعتبر اتبعت لهم رسائل. احنا بنتكلم في مدينة واحدة، باقي المدن نفس الكلام. اتبعت لهم رسائل ان انت متوافق عليك مبدئيا. يبتدوا يرتبوهم بقى ايه؟ بالترتيب اللي انا هقول لك عليه ده. اول حاجة الأسرة المتزوجة ولديها أطفال. الأسرة اللي أسرة راجل ومراته، طبعا لو واحد فيهم مقدم وعنده أطفال، وبياخدوا بيرتبوا. طب الأسر، ما هي الأسر مختلفة، هيرتبوها إزاي؟ بياخدوا إيه؟ بياخدوا الأصغر سنا فالأكبر. يعني أسرة مثلا واحد عنده إيه؟ 35 40 سنة، غير أسرة راجل ومراته عنده 50 سنة، لا ياخدوا هنا إيه؟ الأصغر. يبقى احنا اتفقنا كده اول حاجة خالص هي الاسر المتزوجة التي لديها ايه؟ اطفال. ده بالنسبة ايه؟ لاول حاجة. ده اول واحد هيتم اختيار في ترتيب الشقق. خلصت الناس الاسر المتزوجة ولديها اطفال، يروحوا داخلين على المطلقات والارامل اللي لديهم اطفال، لان دول يعاملوا معاملة الاسر. يبقى حضرتك مطلقة او ارملة وعندك اطفال، خلي بالكم من كلامي، عندك اطفال، ممكن ابنك ده او بنتك دي هي اللي تفرق في اولوية حصولك على الشقة. فاللي عنده اطفال ده حضرتك بيعمل ايه؟ ده حضرتك هنا بيبتدي ان هو يتحط بعد الاسر المتزوجه ولديها اطفال. يعني اسر متزوجه ولديها اطفال، بعد كده ايه؟ بعد كده مطلقه ولديها اطفال، وبعد كده ارمله ولديها اطفال. ده بالنسبه ايه؟ بالنسبه للترتيب. طب خلصوا دول وانا لسه عندي وحدات، ادي لمين تاني؟ يدي بعد كده الاسر المتزوجين وما عندهمش اطفال.
الاسر والكلام ده بقى ينطبق في الكلام، لا ده لسه في الاعلان الجديد لاصحاب المعاشات، لكن الكلام ده زي ما قلنا ايه ينطبق على الناس اللي هم اوكي قدموا وينطبق عليهم الشروط. بعد كده زي ما قلت لكم ايه الاسر اللي هي الراجل ومراته وما عندهمش اطفال، دول لسه متجوزين بقى جداد، اسره حديثه راجل ومراته، يتحطوا بعد المطلقات والارامل اللي عندهم اطفال. طب اللي بعد كده حضرتك بيعمل ايه؟ اللي بعد كده ياخد الارمله اللي ما عندهاش اطفال، بعد الاسره اللي هي ما عندهاش اطفال يجي الارمله اللي ما عندهاش اطفال، وبعد كده المطلقه اللي ما عندهاش اطفال، يقعد يوزع عليهم الشقق. وزي ما قلت لكم كده بياخد من السن من الاصغر للاكبر. الكلام اللي انا هقوله لكم ده مش هتلاقي حد تاني يقوله لكم، لان دي ناتج خبره سنين طويله جدا في هذا العمل وفي هذه التقديمات ودراسه، وكل كلمه بتتكتب عن الموضوع احنا بنقرا. طب بعد ده كله خلاص خلصنا متزوجين واطفال وارامل واطفال ومطلقات واطفال، ايه اللي بعد ده كله؟ اللي بعد ده كله عندك ايه بقى؟ الاعزب والعزباء بالنسبه للشاب وبالنسبه للبنت. حضرتك معلش هم دول بيتحطوا في اخر حاجه، لان المفروض دول لسه عايشين مع ابوهم وامهم، يعني لسه مش في الشارع. لكن ده راجل اتجوز ومعاه مراته، ممكن يبقى قاعد في شقه ايجار جديد، ممكن في اي لحظه يقولوا له امشي بره مع السلامه. فهنا بيخلوه ايه في الاخر، مع ان ممكن دول يبقى هم عايز يتجوز مثلا ولا حاجه، معلش هو ده النظام بتاع الاولويه اللي موجود. فحضرتك اخر حاجه خالص بيبقى الاعزب. فعلى هذا الاساس هيتم ترتيب ال 12,000 وحده اللي هم مثلا مخصصينهم لمدينه السادس من اكتوبر اللي هو غرب المطار، او اكتوبر الجديده اللي احنا زي ما احنا اتكلمنا عنها في الاعلان السابق. طب بالنسبه بقى للناس اللي هي ما يجيلهاش اولويه، بالنسبه للناس اللي ما يجيلهاش اولويه هيقولوا لهم ايه؟ عايزين تقدموا او تخشوا في الاعلان اللي بعده، مفيش اي مشكله، هيبقى ليكم فرصه ان انتوا تخشوا في الاعلان اللي بعده من غير حتى ايه ما تقدموا ايه، من غير ما تقدموا ايه ورق تاني. انتوا كده كده الورق معانا، فانت كده كده ايه مش محتاج تقدم ايه ورق تاني. او عايز تنقل لاي محافظه اخرى او اي مكان اخر، ممكن نعمل لك تحويل لو توفرت وحدات في المكان. يعني انت رحت قلت انا عايز ايه بقى؟ عايز اروح مثلا اسيوط الجديده، اسيوط فيها وحدات، تعالى ويدي لك الوحده ايه على طول. وانا رايي صدقوني اللي يعرف يعمل كده يعمل. اهوت ما خدت شقه واستفدت بشقه احسن من ان انت قاعد بدون شقق والاعلانات عماله تيجي، ولو انت متاخر اولويه هيبقى دايما في مشكله. ده بالنسبه للاعلان السادس عشر. مهم بقى خلي بالنا بقى في الفتره اللي جايه دي، لان الناس اللي هي من ضمن هذه الاولويه حضرتك هيحصل ايه؟ هيجي لهم رسائل على التليفون يقول له انت من ضمن الاولويه، توجه الى مكتب البريد. الرساله كده هتقول له ايه؟ انت من ضمن الاولويه للمشروع اسكان سكن كل المصريين الاعلان السادس عشر، ولكن عليك التوجه لمكتب البريد للبدء في دفع الاقساط الربع سنوي. اللي مش هتجيله الرساله دي يبقى ده خارج الاولويه. اللي هتجيله الرساله دي يبقى مبروك طبعا، وهيتوجه الى مكتب البريد يبتدي يدفع الاقساط الربع سنويه، وفي خلال 3 سنين ان شاء الله بعد يوم يبتدي ندور على الاستلام. الكلام اللي انا بقوله ده كلام صدقوني في غايه الاهميه لكل الناس، وتخلي تليفوناتها جاهزه وفي اماكن فيها شبكه، لان لما الرساله بتيجي وكل شويه دايما كده تخش تبص على الرسائل، لان ممكن الرساله تيجي وانت ما تاخدش بالك منها. لا حضرتك كل شويه خش بص على الرسائل، وان شاء الله كل اللي فعلا ظروفه محتاجه جدا لشقه يكون من ضمن الاولويه. وده احنا اللي بنتمناه، ان فعلا الشقق دي تروح لمستحقيها، لان فعلا فرق الاسعار اللي بقى بين مشروعات الدوله وبين الشقق بره بقى كبير جدا وبقى غريب جدا. فنتمنى طبعا كل الناس اللي هي محتاجه شقه تجي لها شقه، ونشوفكم دايما على كل خير. ويا رب زي ما قلت لكم كده معلوماتنا تكون معلومات مفيده ليكم، وان شاء الله هنجيب لكم كل الجديد الخاص بالاسكان ومشروعات الاسكان. ولو انت عندك شقه حتى عايز تبيعها ان شاء الله هنساعدك في بيعها، بس ان هنسيب لك رقم واتس ابعت عليه وكلمنا، واحنا ان شاء الله نتواصل معاك. دايما يا رب بخير، ودايما نشوفكم على كل خير. شكرا ليكم، الى اللقاء كل متابعينا الكرام.